تهدئه. والسيد رئيس الحكومه انتم قلتوا بان كاين استثمارات الان يتم التحضير لها، وهذا شيء اساسي، وكنعرفوا ان مناخ الاستثمار دائما يتطلب التهدئه. اليوم من المطالب الاجتماعيه مثلا ايجاد فرص شغل. فرص شغل ما يمكن لاش تجي الا ما كانتش واحد البنى تحتيه صناعيه واقتصاديه. اليوم هذا الشيء باش نوصلوا له ضروري اننا نتجاوزوا هذه المرحله ديال التصادم ونمشيو في التهدئه باش نتقدموا. التهدئه تقتضي ايجاد الحلول ديال المطالب الاجتماعيه، هي هذا الشيء اللي كتقول سيادتكم من بعد المجلس الوزاري، واللي كيعكفوا عليها الان اعضاء الحكومه بالتفصيل لتسريع وتيره الاوراش، وهذا مزيان. ولكن كذلك باش نداويو جراح هاد المواطنين اللي هما الاخوان ديالنا وولادنا كاينين معتقلين، وكنعتقد انه لا بد باش نغلقوا هذا القوس ونتقدموا في مدينه الحسيمه ونعطيو اشارات ايجابيه لجميع ربوع المملكه ان هذه المملكه الحمد لله راس مالها هو الاستقرار، هو اللي تنبيعوه في الخارج للمستثمرين، وهذا شيء اساسي ونموذج في المنطقه. باش نحسنوا هذا النموذج اعتقد انه ربما يجب ايجاد واحد الصيغه ملائمه اللي بطبيعه الحال كتحفظ صون هبه الدوله، ولكن نلقاو كذلك واحد الحل ومخرج للافراج عن المعتقلين. شوف انا باش نكون صريح في هذه المساله، نكون صريح، حتى واحد ما باغي شي خوه مغربي مواطن باش يتعتقل ولا يتحاكم الى اخره، ولكن باش نكون صريح نحن لا دخل لنا في العمل ديال الجهاز القضائي. حنا اليوم بدينا ومنذ فترة قريبة فقط ديال الاستقلالية التامة ديال القضاء منذ تنصيب جلالة الملك بالخصوص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أنا واجب عليا نقول واحد القضية، أن مبدئيا حنا كجهاز حكومة خصناش كاع نهضروا في هذه المسألة، ولكن هناك ضمانات. ولكن لا، ما كاينش ضمانات، لا، هذا حاجة غير مرتبطة بالجهاز القضائي، ولكن نقول بأنه إلا وفرنا الظروف، واحد الظروف ديال الهدوء وديال الاستقرار إيجابية، يمكن تكون حلول اللي ماشي ضروري حنا اللي غادي نديروها كجهاز تنفيذي كحكومة، ولكن يمكن نساهموا فيها ولا نشوفوا ممكن، ولكن هي ليست بيد الحكومة بكل صراحة.